السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان. بعد ما تصلي كده على النبي صلى الله عليه وسلم وترزع اللايف المتين كل طمأنينة نفس وروح رياضية على خد شوية الأخبار دول على السريع. إدارة السكاوتنج بالنادي الأهلي بقيادة أسامة هلال تبحث عن مدرب أجنبي لتولي قيادة الفريق الفترة المقبلة وتدرس بعض السيرة الذاتية للمدربين خلال الفترة الحالية. الأهلي أغلق ملف التفاوض مع المدرب ماركو روزا بسبب مطالبه المالية المرتفعة جدا. الأهلي يرغب في تمديد تعاقده مع مصطفى شوبير ويتبقى في عقده هذا الموسم والموسم المقبل. إمام عاشور قد يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة إنبي المقبلة بالدوري، والجهاز الفني يتأنى بعودته للمباريات تفاديا لحدوث مضاعفات، خصوصا وأن كسر الترقوة يحتاج إلى تعامل خاص بعد الجراحة. الكابتن محمود الخطيب يكلف الكابتن وليد صلاح الدين بتولي ملف تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي. نادي المصري دخل في تفاوض مع حمزة علاء بيقابل بعض الأزمات في فرنسا بسبب عدم حصوله على تصريح العمل وبعض الأوراق الأخرى، لكن اللاعب حلمه الاستمرار في الاحتراف. الخطيب طلب من وليد صلاح الدين حسم ملف تجديد عقد إليو ديانج خلال الفترة الحالية نظرا لأهميته داخل الفريق. الأهلي يواجه شبابه اليوم في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدوري الفترة المقبلة. الأهلي يقرر تعديل لائحة الفريق لتتضمن زيادة العقوبات المالية في حالة الهزيمة أو عدم الفوز، مع مضاعفة العقوبات حالة تعثر أمام الأندية الكبرى. سيحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء على أن يستأنف تدريباته الأربعاء المواصلة الاستعداد لمواجهة إنبي. وصول منتخبنا الوطني إلى بوركينا فاسو استعدادا لمواجهة بوركينا غدا الثلاثاء الساعة 7 مساء في تصفية كأس العالم 2026. غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بسبب الإصابة. اتحاد الكرة يتلقى عرضا من إحدى شركات التسويق لمواجهة البرازيل وديا في شهر نوفمبر. المباراة ستقام في إنجلترا، وسيحصل اتحاد الكرة على مبلغ مالي نظير هذه المواجهة. حسام حسن رحب بمواجهة منتخب البرازيل، ولكن يرى الوقت الأنسب لهذه المواجهة سيكون في مارس 26. حسام حسن يفضل مواجهة منتخبات إفريقية حاليا. ريفدير يعود إلى القاهرة الأحد وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه. منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا وديا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية وديا. لو وصلت للآخر مستني إيه بقى؟ اعمل شير ولايك عشان الأخبار دي توصل للغلابة اللي شبهنا. ما تقلقش، الأخبار كلها صحيحة 100%. أشوفكم بكرة على خير مع أخبار جديدة. كان معكم أخوكم أحمد الشاذلي.